مرتب الحكيمة حاليا أصبح دلوقتي 4.5 و5، مع إن المدير الإداري نفسه ما بياخدش 1500 جنيه. المدير الإداري بكالوريوس تجارة، وهي مع فنية معمل، يعني معهد فني صحي. هو قضى قد إيه في كلية التجارة وهي قضت قد إيه في المعهد الفني الصحي. هو مرتبه لا يتجاوز 1500 جنيه وخبرة بقاله 20 سنة في المستشفى، وهي مرتبها تجاوز 3000 جنيه وهي لسه متخرجة ومتعينة جديد. هل هذا يعقل؟ أرجوكم أرجوكم، البلد مش محتاجة الحاجات دي. البلد مش محتاجة ان يكون في الفروقات الصعبة ديت. انا موظف وزميلتي فنية، احنا الاتنين متعينين في وقت واحد، انا لا يتجاوز مرتبي 1500 جنيه وهي مرتبها بقى اصبح يفوق 6 و7 آلاف جنيه. حرام حرام. احنا كموظفين واداريين وفنيين بنعاون كل الطاقم الطبي ده على ان يرفع من الشأن المنظومة الطبية في اي مستشفى. الكلام ده على مستوى الجمهورية كلها، مش طلبة اسكندرية بس، مش مستشفى طلبة اسكندرية بس، لا، على مستوى الجمهورية كلها. وشكرا.